السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام. هذا أنا محدثكم المحامي وجدان حسين المعموري، وحلقة أخرى جديدة من حلقات حوارات قانونية. نتحدث في هذه الحلقة عن جريمة الإهمال الأسري، وكما جاءت في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 وتعديله بالقانون رقم 10 لعام 2024. فالأسرة هي نواة المجتمع، وهي اللبنة الأولى لبنائه ولبناء الحضارات، ولا تقدم ثم لا بناء عال دون أسرة تمتاز بالرقي الإنساني والتهذيب الفكري. فالديانات السماوية كلها أفردت للأسرة مساحات واسعة في أدبياتها المقدسة، وكتب المدونون والمصلحون ورجالات الفكر والإصلاح والفقهاء والمؤسسات العلمية الأكاديمية، وسطرت آلاف من الأساطير والحكايات والقصص، وكتب الشعراء ما كاتبوا، وأنفقت الآلاف من أطنان الورق وأطنان الحبر وأكثر من ذلك ما لا يسع الوقت لإدراجه، كلها في حماية الأسرة، هذه الخلية الاجتماعية اللي توفر لها ولأفرادها السلم والأمان. وبذلك تدخلت القوانين كثيرا، واجتهدت وأجهدت أنفسها الحكومات والدول في الحدود التي اعتبرت إهمال الفرد لأسرته جريمة يعاقب عليها القانون، وتتخذ صور الإهمال منح الإهمال المادي والإهمال المعنوي. والإهمال المادي يشكل جريمة كاملة، وتتمثل في عدم الإنفاق على الأسرة، وهي التي قررت لها عقوبة في قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 10 لعام 2024، التي نصت على من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو لأي شخص آخر بأدائه أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود هي الحبس لمدة 2 سنين، ولا يجوز تحريك الشكوى إلا بناء على شكوى صاحب الشأن أو الادعاء العام. وتنقضي الدعوى بتنازل من حركها أو أداء المشكو منه ما تجمد بذمته من دين. فإذا كان التنازل أو الأداء قد حصل بعد صدور الحكم في الدعوى، أوقف تنفيذ العقوبة، ومع عدم الإخلال بأي من العقوبات الأشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل من قام بعقوق والديه بالإهانة أو الصياح أو التبرؤ أو الترك وغير ذلك. وتنقضي الدعوى بتنازل المجني عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. وهذا النص إنما يهدف إلى الحفاظ على الأسرة التي تتجسد فيها صلة الرحم والدم والأبوة، وملاحظة أن النصوص التي وردت ما زالت قاصرة عن مواكبة الحماية التي توافرها بقية التشريعات القانونية المجاورة للأسرة والعائلة. وتعتبر جرائم العنف الأسري للزوجة والأولاد والبنات صورة خطيرة متقدمة من صور إهمال الأسرة والتعسف في استعمال السلطة التي جاءت للتقويم والإصلاح لا للظلم والجور. هؤلاء هم
من يجب أن تتوفر لهم الحماية القانونية الجنائية، ولهم المصلحة التي يجب أن يحميها القانون. وحماية الزوجة من العنف الأسري ومن زوجها تعتبر واحدة من أهم وأولويات القوانين بسبب من السلوكيات الشرقية المتجذرة في مجتمعاتنا. أخي وعزيزي المستمع الكريم، كنت معكم أنا المحامي وجدان حسين المعموري. ألتقيكم ودمتم بألف خير.